السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. كيكه بحجم كبير اسفنجيه بواحد المذاق اللي هو رائع. احتاجيت كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام اللي كنزيد عليه كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب، رشيشه ديال الملحه. كذلك غادي نضيف 2 ساشيات ديال الفلون بالنكهه ديال الفخيز. بالنسبه لهاد الفلان الحجم ديالو صغير وبلا سكر، ونزيد لوغو ديال الفخيز ونخلط كلشي مزيان. دابا غادي نحيد واحد الكميه من هذا الخليط، نص كاس، غادي نخليه على جنب باش غادي نصاوب به الكريم. وغادي نزيد 4 ديال الحبات ديال البيض ونعاود نخلط. وفي هذه المرحله غادي نضيف 2 كيسان ديال الطحين ما يعادل 200 غرام. نزيد عليهم 2 ساشيات ديال الخميره بوزن 16 غرام، كل كيس كيوزن 8 غرام. ملعقه ديال الخل، ونخلط كلشي مزيان. كيكه ساهله وسريعه، هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. ما كتكونش ثقيله وما كتكونش خفيفه. مباشره غادي ندوز نفرغها في هذه الصينيه اللي سبق ودهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق. كنوزع الخليط في الصينيه وندخلو الفران مسخن قبل. العافيه مهيله. انا غادي نطيبو في الفران ديال الغاز. ملي كيطيب الكيك عاد كنوجدو الكريمه. كنخوي داك الخليط ونزيد عليه 2 كيسان ديال الحليب، ونزيد لوغو ديال الفخيز مع 2 معالق ديال المايزينا، وغادي نخلط كلشي على البارد. دابا غادي نضيف واحد 6 ديال الطروفات ديال الشوكولاته ابيض ونحطهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كنحط واحد الكريمه اللي تكون ثقيله. والكريمه وهي سخونه كنخويوها فوق الكيك، ما كنخليوهاش حتى كتبرد حيت غتجمد. كنوزع ونسرحها داغيه على الكيك باش ما تزيدش تثقل. وغادي نزينها بالكاوكاو مهرمش، قسمته على 4. خليت شويه بلا نكهه والبقيه شي نكهته بالنكهه ديال الفريز وبالنكهه ديال البيستاج وبالنكهه ديال الليمون. وكنرشوا على الكريمه. اللي منكاه بالبيستاج كنرشوه هو الاول، وعاد اللي منكاه بالليمون وبالفريز. كيجي الشكل ديالها مزيون. الثلاجه حتى كتبرد مزيان عاد نقسموها. كيك عائلي بحجم كبير بمذاق الفريز طالع واسفنجي بنين كيدوب في الفم.